راجعة من السفر ومتطلقة وحالتي النفسية زي الزفت. اتفاجئ بماما رجعت شباب 20 سنة. ماما اصلا داخلة على 60. عرفت بقى انها اتجوزت من ورايا وانا بره، وحتة راجل يقول لجوزي قوم، اللي هو طليقي يعني، وانا اقعد مكانك. انا دخلت الشقة من هنا، شفت ماما اللي داخلة على 59-60 قصده مني. فاول لما دخلت كده فماما بتقولي إيه انتي مش تقولي ان انتي رجعتي؟ فقلت لها يا ماما انا مرضتش انكد عليك يعني واقولك ان انا اتطلقت. هو في ايه يا ماما؟ هو انتي عامله كده ليه؟ لقيت جوزها خارج من المطبخ، من الحمام، خارج من الطرقه يعني. فببص كده فقالت لي انا اتجوزت. هي لحقتني على طول قبل ما اقول لها مين ده. طبعا انا شايفه بقى ماما ولابسه قميص نوم وعامله شعرها وما شاء الله وشها ده مورد ومنور حرفيا يعني اصغر مني. وهو خارج انا بصيت له كده اللي هو واو ايه ده. فبقى انا العيله اتطلق واترمي في الشارع وارجع من بلاد بره بشنطة هدومي اللي هو فيها غيارين اللي هو ما خدتش حاجة اصلا، وامي الست الكبيرة تقع الوقعة دي. هو كبير في السن بس يعني حاجة فاخر من الاخر. فبصيت لماما كده قلت لها اتجوزتي يا ماما؟ طب وما قلتليش ليه؟ قالت لي عادي يعني. انا قلت اكيد هقولك في يوم من الايام، ما انتي برضو ما قلتليش انك اتطلقتي ورجعتي. فقاعدة دخلت خدت دشي ودخلت شنطتي وبتاع. بقى ماما تتجوز المز ده وانا اتطلق؟ يا نهار اسود. بقيت قاعدة بضرب اخماس في اسداس وبتاع. انا قاعدة في اوضتي بقى وقافلة على نفسي وسامعاهم بره، ولا امي مثلا زعلانة عليا ان انا رجعت ومتطلقة ولا حاجة، وهي وميمي وهي وطبلة ورق اللي انتوا اتعودتوا منها يعني اتعودتوا عليها مني. ومفيش اي شعور بالبني ادمة اللي مرمية جوه في الأوضة اللي راجعة وحالتها لا تسر عدو ولا حبيب، ودول قاعدين واخدين راحتهم تالت ومتلت. شوية ودخل أوضة النوم واسمع أصوات بقى اللي هو ايه يا حاج، ايه يا عم الكمل، إيه ده انت ولا سبع الرجال وقاعدين ولا برضو مراعيين ان انا موجود، اكني مش موجودة اكني ما جيتش، وقاعدين برضو يضحكوا. وطبعا انتوا فاهمين ايه اللي بيحصل جوه. خرجت خبطت على ماما. ماما هو انتي متجوزة بقالك قد ايه وده وقته؟ يا حبيبتي هو مش وقته فعلا يا ماما. طب يا حبيبتي ربنا يكملك بقى يعني يكملك ويهنيكي ويسعدك، بس انا من جوايا بغلي وبفرك وحالتي يعني صعب على الاخر. خرجت وقعدت في عز بقى الكبت بقى اللي انا فيه ده. لا وانا هسكت بقى على اللي بيحصل ده. وبصراحة جوزها يعني حلو في عيني حلو. فطب هعمل ايه؟
طب ههنيهم على جوازتهم. ففضل الحقد والغل يشتغل يوم عن يوم. انا قاعدة مرمية في الأوضة، وامي بقى مش تقولي مثلا ايه، انتي قاعدة وقافلة على نفسك ليه؟ اخرجي من الحالة النفسية اللي انتي فيها، انزلي اخرجي اتفسحي بتاع. ولا على بالها، مش على بالها، يعني مفيش حاجة في دماغها غير انها تقلع وتلبس وتاكل وتشرب، وجوزها قاعد جنبها وسهرانين وهق ومق. طب لو طب حسي بيا، اقعدي معايا، قوليلي مثلا يا ماما اتطلقتي ليه؟ دي حتى ما فكرتش تسألني سبب الطلاق ايه ولا الهوى. رحت لها قلت لها ماما هو انتي طب مش تسأليني، طب تحاولي تكلمي جوزي ترجعينا لبعض اي حاجة، ده انا ما كملتش 2 جواز ورجعلك مطلقة وما خلفتش ولا اي حاجة. فقالت لي لا انا سايباكي براحتك، وقت ما تحبي تحكي احكي. انا بصي يا بنتي، انا يعني عايزة اعيش لي يومين في الحياة اتبسط فيهم، ومش عايزة اشغل بالي بمشاكل وقرف. فانت عايزة تحكيلي احكيلي، مش عايزة تحكيلي انت حرة. فقلت لها هو انا للدرجة دي يعني يا ماما مش فارقة معاكي؟ فده زاد ايه، غيرتي وحقدي عليها. ده انا اللي عشت 2 مع جوزي ما بيعملش اللي جوزها بيعمله، وانا نفسي ما بعملش اللي امي بتعمله. يعني يوم يروح ويوم يجي، بقيت ايه، اشيل من امي زيادة، اللي هو انا مش فارقة معاكي خالص كده. تحضر الاكل، طب تندهيلي اتغدى افطر اعمل، لقيتها بتقولي ما هو الاكل موجود، ما عايزه تاكلي ما تاكلي. فلحد ما قررت ان انا يعني ده بيتي، انا الاولى بيه. وبعدين عيني بقت على جوزها، ده انا نفسي في حد كده يعني. الرجاله لما بتكبر بتبقى حنينه وطيبه، ويعني بيدوا ستاتهم حقوقهم بزيادة كده. هو بصراحة جن في نفسه، كلاسيك كده وسمارت ورياضي وبتاع، وما شاء الله صحته زي الفل. غلب اللي عنده 27 و28 و30 سنة، يعني هو 60 أكبر من أمي بسنة. فقلت بس لا، يعني انا امي بقى هي تتهنى وتبرطع وتعيش الحياة دي، وانا لا، والله لا هوريكوا. انت اللي جبتي روحك، انت اللي كرفتيني ورميتيني ومتسأليش عليا، واكني يا ريت عايزه تقولي من الاخر كده يعني ارجعي مطرح ما جيتي، شوفي لك حته تانية اقعدي فيها. بس هي اصلا انا وجودي في البيت مش مؤثر عليها في حاجه، وجودي زي عدم، وانا بالمنظر اللي هم فيه ما بيتحرجوش اصلا، انا قاعده زي مش قاعده، هم واخدين حريتهم وعادي، حاسين ان انا خيال مآتة في البيت. فقلت والله بقى لا ايه، لا اوريكم. انا الاول كنت بدخل وبسيب لهم الدنيا وبتاع، فقلت يا بنتي ايه، اخرجي بقى اقعدي معاهم، يمكن يحسوا على دمهم بقى وانتي ايه.
فلبست واتشيك زيها ونفضت بقى لحياتي بقى، وجوزي اللي رماني وطلقني وعرف عليا واحدة أجنبية، والليلة السوداء اللي أنا فيها دي. عيشي يا بنت وشوفي حياتك الجديدة هتعملي فيها ايه. أمك الست الكبيرة لبست واتشيكت وخارجة من باب الأوضة، فماما بتبصلي كده، هو انتي خارجة؟ قلت لها لا يا ماما مش خارجة. خارجة هروح فين؟ أنا جاية أقعد معاكم. تقعدي معانا؟ طيب. فلقيته هو بقى جوز أمي بيقول لي ايه، قال لي يا حبيبتي طبعا اتفضلي تنوري، اقعدي. ده انا بعت اطلب لنا دليفري وبتاع وهنتعشى كلنا سوا، تعالي هطلب لك معانا. فقلت بس حلو، الراجل ايه عنده استعداد. فقعدت معاهم اول يوم وبتاع، وهزر بقى واخش في الحوارات ويمين وجرجر في الكلام، وخرجت بقى ايه من المود بقى الوحش اللي انا كنت فيه ده. فماما بتقولي ايه التغيير المفاجئ ده؟ قلت لها مفيش يا ماما تغيير، يعني قلت لقيت لنفسي ان انا ايه هقفل على نفسي وهكتئب وبتاع، ما نخرج واقعد معاكم كده ونقعد نتكلم ونتساهر سوا ونتبسط كلنا مع بعض. فماما قالت لي نتبسط كلنا مع بعض. ماشي طيب يا حبيبتي. فلقيت ماما بدأت ايه تخاف على جوزها، في بقى حتة بقى غيرة ايه من ناحيتها هي بدأت تظهر. بس انا موضوع لبس في دماغي ودخل في دماغي، هخربها يعني هخربها. المهم بعد كده فضلت بقى على الحال ده كام يوم كده، وماما هي بقى يعني تشوف لي انا لابسه ومتشيكه وعامله تزود، تنزل تشتري في لبس جديد، تلبس عريان اكتر، تعمل معرفش ايه في شعرها وهكذا. ايه احنا الاتنين عاملين زي ما نكون داخلين سباق. لحد ما فكرت وقلت لا، هو انت كل ليلة بقى تسهري وبقت تاخده بقى جوه في اوضتها وتقول له لا نسهر هنا براحتنا ومعرفش ايه، واسمع صوتهم جايب اخر الدنيا. قلت يا ماما بنت اللعيبة، انتي هتكسبيني يعني، هنقعد نعلي على بعض؟ بس هو جوزها في الاول وفي الاخر، هتقدر تقعده معاها في الأوضة. أنا هعمل إيه؟ هخش أقول له تعالى اقعد معايا واسهر معايا أنا بره؟ أخرب لها الدنيا دي إزاي؟ قلت بس أنا هجيب منوم وأحطه له في الشاي في العصير بالليل، أعمل أي حاجة هفتكسها هعرف أتصرف يعني. وفعلا جبته وبقيت بالليل أعمل لهم كوبايتين شاي، كوباية عصير ليه لوحده، اي حاجة احط له فيها المنوم، يشرب من هنا وينام من هنا، حاله اتبدل خالص. طبعا ماما لقيتها بدأت تهايبر بقى، مرة على مرة على مرة بدأ صوتها يعلى وتتخانق معاه. في ايه الحكاية؟ انت بقيت بتنام بدري كده ليه وتسيبني؟ هو ايه الموضوع بالظبط؟ هو العين ولا ايه؟ طبعا هي افتكرت ان ايه الموضوع، موضوع عين، وان انا بحقد عليها. بقت تبصلي كده من فوق لتحت، انتي من ساعة ما جيتي واحنا حياتنا اتقلبت معرفش ايه. فطبعا
يعني انا مش عارفة، طب وبعدين هعمل ايه بعد كده؟ ايه هتصرف ازاي بعد الحوار ده؟ المهم مرة على مرة هي مش عارفة ايه اللي قلبها، ايه اللي قلبه هو، وهو نفس الشيء مش عارف ايه اللي بيحصل. بس انا بدأت اهدي اللعبة بقى شوية، اللي هو ايه، عشان ما يبانش انه لما بيشرب حاجة من ايدي انا. عدى على الكلام ده حوالي 3 أسابيع، دخلنا في شهر. معرفش ازاي واقفة انا في المطبخ، وماما المفروض انها كانت في الأوضة جوه، والدنيا هص هص. فحضرت حضرت الأكل، ومعرفش بعمل ايه وبعمل ايه وبعمل ايه، وحضرت له الشاي وبتاع. هو اللي طلب من، يعني هو في الأوضة جوه، قال لي اعملي لي كوباية شاي، وماما كانت المفروض انها معاه. فعملت كوباية الشاي، ومن غبائي من غبائي اكتشفت، من غبائي نسيت شريط البرشام وانا بعمل الشاي. فانا داخله دخله كوبايه الشاي والشريط سبته جوه، سبته في المطبخ. على خروج ماما من الحمام ودخلت هي على المطبخ، شافت الشريط وانا حاطاه. انا لقيت يعني دخلت الاوضه اديت له كوبايه الشاي، وخارجه لقيتها جايباني من شعري. انتي اللي عملتي كده بقى، انتي اللي بتعملي فيه كده، انتي اللي بتحطي له منوم. الشريط اهو، شفت بنتي اللي متربيه المحترمه بتعمل ايه؟ هي اللي بتحط لك منوم في الشاي، وانا عماله اقول انت بقيت حيلك اتهد، وبقت بتسيبني وتنام وما بتقعدش وما بتسهرش ومعرفش وحكايه وروايه. جابتني من شعري وقعدت تلطش فيا وتضرب فيا، انتي ملكيش قاعدة معايا تاني، غوري في 60 ده، انا مش عايزة اشوف وشك تاني. طب انا هروح فين واجي منين؟ انا ما عنديش حق، ماليش حد اروح فين؟ وراحت مكلمة خالي، حكيت له اللي انا عملته كله، واوعى تدخلها عندك البيت. ما كانش عندي غير عم واحد، هو ده اللي رحت له، قاعدة عنده لحد دلوقتي، ومش عارفة اتصرف ازاي. انا كنت راجعة تعبانة نفسيا من اللي حصل لي واللي شفته، مستنية ان امي تستقبلني وتشوفني يعني تشوف ايه اللي حصل لي، وتتكلم معايا زي اي ام طبيعية بنتها بتطلق او بتمر بظروف. رجعت لقيت امي ولا على بالها، وعايشة لنفسها وبس وبس. يعني يا ريتها كانت عايشة لنفسها ومبسوطة، ماشي، يعني ما عنديش مشكلة، اتجوزتي عشتي حياتك انت حرة، خلاص ماشي، اللي حصل حصل. بس انا بنتك في الاول وفي الاخر، وبنتك الوحيدة، انا بنت واحدة. ازاي ما تسألينيش مثلا طب يا بنتي اتطلقتي ليه؟ طب هتحاول تصلح مثلا ما بيني وما بين جوزها؟ كان كل همها انها عايشة ومبسوطة ومش عايزة مشاكل وخناق مع حد، وملهاش دعوة بحد، كل واحد يحل مشاكله بنفسه. انا لو كنت لقيت امي واحدة تانية حست بيا وحست بالألم وباللي انا فيه، اكيد ما كنتش عملت اللي انا عملته ده. انا الغيرة والحقد والغل اللي كان جوايا مع حالتي النفسية، انا عارفة ان انا غلطت وعملت كده، بس ما هو ده كان غصب عني. انا دلوقتي مش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. هو انتي يعني تعملي، انتي بتبرري، يعني انتي حقدتي على امك انها عايشه ومبسوطه ومتجوزه
وراجل كويس وصغير، يعني هو كبير في السن بس متصابي او صحته حلوة. ايه المشكلة انه عنده 60 سنة واتجوزوا؟ يعني ايه المشكلة؟ صحتهم حلوة يا ستي، ربنا يبارك في صحتهم. بس انتي يعني الغل والحقد اللي جواكي كان صعب جدا بصراحة، صعب جدا. انتي حاولتي يعني بالدرجة كده او باللغة السائدة دلوقتي، حاولتي تشقطيه من منطق وغالبا فشلتي، فحبيتي يعني تهدلها حياتها وما تبقاش مبسوطة، فحطيتي للراجل منوم في الشاي. فانتي مستنية منها انها تعمل لك ايه؟ انا مش بنكر طبعا ان مامتك غلطانة، وطبيعة الحال ان يعني الام يعني لازم كانت تبقى جنبك في الموقف اللي انت كنت فيه. فهي والدتك غلطانة، ما بنقولش حاجة، بس ده ما يديلكيش الحق تعملي اللي انت عملتيه خالص. فتعملي ايه دلوقتي؟ انت عند عمك، طب عمك ده راجل محترم، راجل كبير، طبعا فاهم اللي انت عملتيه، ياخدك كده من ايدك وترجعي البيت تعتذري وتقولي لها اللي انت قلته لنا. انا كنت محتاجة منك انك تبقي قريبة مني في المصيبة اللي انا فيها، كنت محتاجة منك انك تسمعيني، كنت محتاجة منك تحليلي مشكلتي، كنت محتاجة منك تكلمي جوزي ترجعيني ليه، تحليلي المشكلة اللي انا فيها دي. ده طبيعة اي ام. يعني والدك معرفش متوفي ولا منفصلين، بس واضح ان انتوا منفصلين، لانك لو كان عايش كنت رجعتيله وعشتي معاه. ف اتكلمي، قولي لها كده، قولي لها ماما انتي خذلتيني، انا كنت عايزه ارجع الاقيكي بتحليلي مشكلتي، واقفه جنبي سندي. تقولي لجوزك يحللي كمان، ما هو في مقام بابايا دلوقتي. كنت محتاجاكوا انتوا الاتنين تحللي المشكله، لكن لقيتكوا عايشين حياتكم وشاريين دماغكم مني خالص. فده خلاني من جوايا عملي حالة نفسية أسوأ من الحالة اللي أنا فيها. حاولي تبرري، هو طبعا غلط اللي انت عملتيه، بس حاولي تبرري لها كده، ويمكن يعني قلبها يرق ويحن وتحس هي ان هي غلطانة هي كمان، ما هي برضه غلطانة. فانتي تاخدي عمك كده زي الشاطرة، ربنا يهديلك لحالك، وتروحي لها تسمحيها وانا اسفة وحقك عليا والحكاية وكذا، وحاولي يا ماما تتدخلي بيني وبين جوزي ورجعينا لبعض، وانا يا ستي هسيبك تعيشي حياتك براحتك وبتاع. بس ده رأيي. اللي شايف اي رأي تاني يا جماعة يا ريت يساعدنا في الكومنتات. خلصت حلقتي النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيب لي رقم تليفونه، واللي حابب نعرضها بالنيابة عنه يبعتها لي فويس مسج او مكتوبة، واللي يحب يشرفني برضه يسيب لي رقم تليفونه. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي. راجعة من السفر ومتطلقة وحالتي النفسية زي الزفت، اتفاجئ بماما رجعت شباب 20 سنة. ماما أصلا داخلة على 60. عرفت بقى إنها اتجوزت من ورايا وأنا برا، وحتة راجل يقول لجوزي قوم، اللي هو طليقي يعني، وأنا أقعد مكانك. أنا دخلت الشقة من هنا، شفت ماما اللي داخلة على 59 60 قصده مني. فأول لما دخلت كده فماما بتقولي إيه انتي بتقولي ان انتي رجعتي؟
فقلت لها: يا ماما انا مرضتش انكد عليك يعني واقولك ان انا اتطلقت. هو في ايه يا ماما؟ هو انت عامله كده ليه؟ لقيت جوزها خارج من المطبخ، من الحمام، خارج من الطرقه يعني. فببص كده، فقالت لي: انا اتجوزت. هي لحقتني على طول قبل ما اقول لها مين ده. طبعا انا شايفه بقى ماما ولابسه قميص نوم وعامله شعرها وما شاء الله وشها ده مورد ومنور حرفيا يعني اصغر مني، وهو خارج. انا بصيت له كده اللي هو واو، ايه ده؟ فبقى انا العيله اتطلق واترمي في الشارع وارجع من بلاد بره بشنطة هدومي اللي هو فيها غيارين، اللي هو ما خدتش حاجة اصلا، وامي الست الكبيرة تقع الوقعة دي. هو كبير في السن بس يعني حاجة فاخر من الاخر. بصيت لماما كده قلت لها: اتجوزت يا ماما؟ طب وما قلتليش ليه؟ قالت لي: عادي يعني، انا قلت اكيد هقولك في يوم من الايام، ما انتي برضو ما قلتليش انك اتطلقتي ورجعتي. فقاعدة دخلت خدت دشي ودخلت شنطتي وبتاع، بقى ماما تتجوز المز ده وانا اتطلق؟ يا نهار اسود. بقيت قاعدة بضرب اخماس في اسداس وبتاع. انا قاعدة في اوضتي بقى وقافلة على نفسي وسامعاهم بره، ولا امي مثلا زعلانة عليا ان انا رجعت ومتطلقة ولا حاجة، وهي وميمي وهي وطبلة ورق اللي انتوا اتعودتوا منها يعني اتعودتوا عليها مني، ومفيش اي شعور بالبني ادمة اللي مرمية جوه في الأوضة اللي راجعة وحالتها لا تسر عدو ولا حبيب، ودول قاعدين واخدين راحتهم تالت ومتلت. شوية ودخل أوضة النوم واسمع أصوات بقى اللي هو: ايه يا حاج؟ ايه يا عم الكمل؟ إيه ده انت ما ولا سبع الرجال وقاعدين ولا برضو مراعيين ان انا موجود، اكني مش موجود، اكني ما جيتش، وقاعدين برضو يضحكوا. وطبعا انتوا فاهمين ايه اللي بيحصل جوه. خرجت خبطت على ماما: ماما هو انتي متجوزة بقالك قد ايه؟ وده وقته؟ اه يا حبيبتي هو مش وقته فعلا يا ماما. طب يا حبيبتي ربنا يكملك بقى يعني، يكملك ويهنيكي ويسعدك، بس انا من جوايا بغلي وبفرك وحالتي يعني صعبة على الآخر. خرجت وقعدت في عز بقى الكبت بقى اللي أنا فيه ده. لا وأنا هسكت بقى على اللي بيحصل ده. وبصراحة جوزها يعني حلو في عيني، حلو. فطب هعمل ايه؟ طب ههنيهم على جوازتهم. ففضل الحقد والغل يشتغل يوم عن يوم. انا قاعدة مرمية في الأوضة، وامي بقى مش تقولي مثلا ايه: انتي قاعدة وقافلة على نفسك ليه؟ اخرجي من الحالة النفسية اللي انتي فيها، انزلي اخرجي اتفسحي بتاع. ولا على بالها، مش على بالها يعني مفيش حاجة في دماغها غير انها تقلع وتلبس وتاكل وتشرب، وجوزها قاعد جنبها وسهرانين وهق ومق طبلة ورق. طب حسي بيا، اقعدي معايا قوليلي مثلا: يا ماما
اتطلقتي ليه؟ دي حتى ما فكرتش تسألني سبب الطلاق ايه ولا الهوى. فرحت انا رحت لها قلت لها ماما هو انتي طب مش تسأليني، طب تحاولي تكلمي جوزي ترجعينا لبعض اي حاجة، ده انا ما كملتش 2 جواز ورجعلك مطلقة وما خلفتش ولا اي حاجة. فقالت لي لا انا سايباكي براحتك، وقت ما تحبي تحكي احكي. انا بصي يا بنتي انا يعني عايزة اعيش لي يومين في الحياة اتبسط فيهم، ومش عايزة اشغل بالي بمشاكل وبقرف. فانت عايزة تحكيلي احكيلي، مش عايزة تحكيلي انت حرة. فقلت لها هو انا للدرجة دي يعني يا ماما مش فارقة معاكي؟ فده زاد ايه غيرتي وحقدي عليها. ده انا اللي عشت 2 مع جوزي ما بيعملش اللي جوزها بيعمله، وانا نفسي ما بعملش اللي امي بتعمله. يعني يوم يروح ويوم يجي بقيت ايه اشيل من امي زيادة، اللي هو انا مش فارقة معاكي خالص كده. تحضر الاكل، طب تندهيلي اتغدى افطر اعمل، لقيتها بتقولي ما هو الاكل موجود، ما عايزه تاكلي ما تاكلي. فلحد ما قررت ان انا يعني ده بيتي انا الاولى بيه. وبعدين عيني بقت على جوزها، ده انا نفسي في حد كده. يعني الرجاله لما بتكبر بتبقى حنينه وطيبه، ويعني بيدوا ستاتهم حقوقهم بزيادة كده. هو بصراحة جن في نفسه وكلاسيك كده وسمارت ورياضي وبتاع، وما شاء الله صحته زي الفل، غلب اللي عنده 27 و28 و30 سنة. يعني هو 60 أكبر من أمي بسنة. فقلت بس لا، يعني انا امي بقى هي تتهنى وتبرطع وتعيش الحياة دي وانا لا. والله لا هوريكم، انت اللي جبتي روحك، انت اللي كرفتيني ورميتيني ومتسأليش عليا، واكني يا ريت عايزه تقولي من الاخر كده يعني ارجعي مطرح ما جيتي شوفي لك حته تانية اقعدي فيها. بس هي اصلا انا وجودي في البيت مش مؤثر عليها في حاجه، وجودي زي عدم، وانا بالمنظر اللي هم فيه ما بيتحرجوش اصلا انا قاعده زي مش قاعده. هم واخدين حريتهم وعادي، حاسين ان انا خيال مآتة في البيت. فقلت والله بقى لا ايه، لا اوريكم. انا الاول كنت بدخل وبسيب لهم الدنيا وبتاع، فقلت يا بنتي ايه اخرجي بقى اقعدي معاهم يمكن يحسوا على دمهم بقى وانتي ايه. فلبست واتشيك زيها ونفضت بقى لحياتي بقى، وجوزي اللي رماني وطلقني وعرف عليا واحدة أجنبية، والليلة السوداء اللي أنا فيها دي. عيشي يا بنت وشوفي حياتك الجديدة هتعملي فيها ايه. أمك الست الكبيرة لبست واتشيكت وخارجة من باب الأوضة، فماما بتبصلي كده هو انتي خارجة؟ قلت لها لا يا ماما مش خارجة هروح فين، أنا جاية أقعد معاكم. تقعدي معانا؟ طيب.
فلقيته هو بقى جوز امي بيقول لي ايه، قال لي يا حبيبتي طبعا اتفضلي تنوري، اقعدي اقعدي، ده انا بعت اطلب لنا دليفري وبتاع وهنتعشى كلنا سوا، تعالي هطلب لك معانا. فقلت بس حلو، الراجل ايه عنده استعداد. فقعدت معاهم اول يوم وبتاع، وهزر بقى واخش في الحوارات ويمين واجرجر في الكلام، وخرجت بقى ايه من المود بقى الوحش اللي انا كنت فيه ده. فماما بتقولي ايه التغيير المفاجئ ده؟ قلت لها مفيش يا ماما تغيير، يعني قلت لقيت لنفسي ان انا ايه، هقفل على نفسي وهكتئب وبتاع، ما نخرج واقعد معاكم كده ونقعد نتكلم ونتساهر سوا ونتبسط كلنا مع بعض. فماما قالت لي نتبسط كلنا مع بعض. ماشي طيب يا حبيبتي. فلقيت ماما بدأت ايه، تخاف على جوزها، في بقى حتة بقى غيرة ايه من ناحيتها هي بدأت تظهر. بس انا موضوع لبس في دماغي ودخل في دماغي، هخربها يعني هخربها. المهم بعد كده فضلت بقى على الحال ده كام يوم كده، وماما هي بقى يعني تشوفني انا لابسه ومتشيكه وعامله تزود، تنزل تشتري في لبس جديد، تلبس عريان اكتر، تعمل معرفش ايه في شعرها وهكذا. ايه احنا الاتنين عاملين زي ما نكون داخلين سباق. لحد ما فكرت وقلت لا، هو انت كل ليلة بقى تسهري وبقت تاخده بقى جوه في اوضتها وتقول له لا نسهر هنا براحتنا ومعرفش ايه، واسمع صوتهم جايب اخر الدنيا. قلت يا ماما بنت اللعيبة، انتي هتكسبيني يعني، هنقعد نعلي على بعض، بس هو جوزها في الاول وفي الاخر، هتقدر تقعدوا معاها في الاوضه، انا هعمل ايه، هخش اقول له تعالى اقعد معايا واسهر معايا انا بره، اخرب لها الدنيا دي ازاي؟ قلت بس انا هجيب منوم واحطه له في الشاي في العصير بالليل، اعمل اي حاجه افتكاسه هعرف اتصرف يعني. وفعلا جبته وبقيت بالليل اعمل لهم كوبايتين شاي، كوبايه عصير ليه لوحده، اي حاجه احط له فيها المنوم، يشرب من هنا وينام من هنا، حاله اتبدل خالص. طبعا ماما لقيتها بدأت تهايبر بقى، مرة على مرة على مرة بدأ صوتها يعلى وتتخانق معاه، في ايه الحكاية، انت بقيت بتنام بدري كده ليه وتسيبني، هو ايه الموضوع بالظبط، هو العين ولا ايه؟ طبعا هي افتكرت ان ايه الموضوع، موضوع عين، وان انا بحقد عليها، بقت تبصلي كده من فوق لتحت، انتي من ساعة ما جيتي واحنا حياتنا اتقلبت معرفش ايه. فطبعا يعني انا مش عارفة طب وبعدين هعمل ايه بعد كده، ايه هتصرف ازاي بعد الحوار ده؟ المهم مرة على مرة هي مش عارفة ايه اللي قلبها، ايه اللي قلبه هو، وهو نفس الشيء مش عارف ايه اللي بيحصل. بس انا بدأت اهدي اللعبة بقى شوية، اللي هو ايه، عشان ما يبانش انه لما بيشرب حاجة من ايدي انا. عدى على الكلام ده حوالي 3 أسابيع، دخلنا في شهر، معرفش ازاي واقفة انا في المطبخ، وماما المفروض انها كانت في الأوضة جوه، والدنيا هص هص، فحضرت
حضرت الاكل ومعرفش بعمل ايه وبعمل ايه وبعمل ايه، وحضرت له الشاي وبتاع. هو اللي طلب من يعني هو في الاوضه جوه، قال لي اعملي لي كوبايه شاي، وماما كانت المفروض انها معاه. فعملت كوبايه الشاي، ومن غبائي اكتشفت، من غبائي نسيت شريط البرشام وانا بعمل الشاي. فانا داخله دخله كوبايه الشاي والشريط سبته في المطبخ. على خروج ماما من الحمام ودخلت هي على المطبخ، شافت الشريط وانا حاطاه. انا لقيت يعني دخلت الاوضه اديت له كوبايه الشاي وخارجه لقيتها جايباني من شعري. انتي اللي عملتي كده بقى، انتي اللي بتعملي فيه كده، انتي اللي بتحطي له منوم. الشريط اهو، شفت بنتي اللي متربيه المحترمه بتعمل ايه؟ هي اللي بتحط لك منوم في الشاي، وانا عماله اقول انت بقيت حلكة حد، وبقت بتسيبني وتنام وما بتقعدش وما بتسهرش ومعرفش والحكايه والروايه. جابتني من شعري وقعدت تلطش فيا وتضرب فيا. انتي ملكيش قاعدة معايا تاني، غوري في 60 ده، انا مش عايزة اشوف وشك تاني. طب انا هروح فين واجي منين؟ انا ما عنديش حق، ماليش حد اروح فين؟ وراحت مكلمة خالي، حكيت له اللي انا عملته كله، واوعى تدخلها عندك البيت. ما كانش عندي غير عم واحد، هو ده اللي رحت له، قاعدة عنده لحد دلوقتي، ومش عارفة اتصرف ازاي. انا كنت راجعة تعبانة نفسيا من اللي حصل لي واللي شفته، مستنية ان امي تستقبلني وتشوفني يعني تشوف ايه اللي حصل لي، وتتكلم معايا زي اي ام طبيعية بنتها بتطلق او بتمر بظروف. رجعت لقيت امي ولا على بالها، وعايشة لنفسها وبس. يعني يا ريتها كانت عايشة لنفسها ومبسوطة، ماشي، يعني ما عنديش مشكلة، اتجوزتي عشتي حياتك انت حرة، خلاص ماشي، اللي حصل حصل. بس انا بنتك في الاول وفي الاخر، وبنتك الوحيدة، انا بنت واحدة. ازاي ما تسألينيش مثلا طب يا بنتي اتطلقتي ليه؟ طب هتحاول تصلح مثلا ما بيني وما بين جوزها. كان كل همها انها عايشه مبسوطه ومش حاسه مشاكل وخناق مع حد، وملهاش دعوه بحد، كل واحد يحل مشاكله بنفسه. انا لو كنت لقيت امي واحده تانية حست بيا وحست بالالم وباللي انا فيه، اكيد ما كنتش عملت اللي انا عملته ده. انا الغيره والحقد والغل اللي كان جوايا مع حالتي النفسيه، انا عارفه ان انا غلطت وعملت كده، بس ما هو ده كان غصب عني. انا دلوقتي مش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. هو انتي يعني تعملي، انتي بتبرري، يعني انتي حقدتي على امك انها عايشه ومبسوطه ومتجوزه وراجل كويس وصغير، يعني هو كبير في السن بس متصابي او صحته حلوة. ايه المشكلة انه عنده 60 سنة واتجوزوا؟ يعني ايه المشكلة؟ صحتهم حلوة يا ستي، ربنا يبارك في صحتهم. بس انتي يعني الغل والحقد اللي جواكي كان صعب جدا بصراحة، صعب جدا. انتي حاولتي يعني بالدرجة كده او باللغة السائدة دلوقتي، حاولتي تشقطيه من منطق، وغالبا فشلتي. فحبيتي
يعني تهدلها حياتها وما تبقاش مبسوطة، فحطيت للراجل منوم في الشاي، فانت مستنية منها انها تعمل لك ايه؟ انا مش بنكر طبعا ان مامتك غلطانة، وطبيعة الحال ان يعني الام يعني لازم كانت تبقى جنبك في الموقف اللي انت كنت فيه، فهي والدتك غلطانة، ما بنقولش حاجة، بس ده ما يديلكيش الحق تعملي اللي انت عملتيه خالص. فتعملي ايه دلوقتي؟ انت عند عمك، طبعا عمك ده راجل محترم، راجل كبير، طبعا فاهم اللي انت عملتيه، ياخدك كده من ايدك وترجعي البيت تعتذري وتقولي لها اللي انت قلته لنا. انا كنت محتاجة منك انك تبقي قريبة مني في المصيبة اللي انا فيها، كنت محتاجة منك انك تسمعيني، كنت محتاجة منك تحليلي مشكلتي، كنت محتاجة منك تكلمي جوزي ترجعيني ليه، تحليلي المشكلة اللي انا فيها دي. ده طبيعة اي ام. يعني والدك معرفش متوفي ولا منفصلين، بس واضح ان انتم منفصلين، لانك لو كان عايش كنت رجعتيله وعشتي معاه. ف اتكلمي، قولي لها كده، قولي لها ماما انتي خذلتيني، انا كنت عايزه ارجع الاقيكي بتحليلي مشكلتي، واقفه جنبي سندي. تقولي لجوزك يحللي كمان، ما هو في مقام بابايا دلوقتي. كنت محتاجاكوا انتوا الاتنين تحللي المشكله، لكن لقيتكوا عايشين حياتكم وشاريين دماغكم مني خالص. فده خلاني من جوايا عملي حالة نفسية أسوأ من الحالة اللي أنا فيها. حاولي تبرري، هو طبعا غلط اللي انت عملتيه، بس حاولي تبرري لها كده، ويمكن يعني قلبها يرق ويحن وتحس هي ان هي غلطانة هي كمان، ما هي برضه غلطانة. فانتي تاخدي عمك كده زي الشاطرة، ربنا يهديلك لحالك، وتروحي لها تسمحيها، وانا اسفة وحقك عليا والحكاية وكذا، وحاولي يا ماما تتدخلي بيني وبين جوزي ورجعينا لبعض، وانا يا ستي هسيبك تعيشي حياتك براحتك وبتاع. بس ده رأيي. اللي شايف اي رأي تاني يا جماعة يا ريت يساعدنا في الكومنتات. خلصت حلقتي النهاردة، اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. اللي عنده اي مشكلة وحابب يعرضها بنفسه يسيبلي رقم تليفونه، واللي حابب نعرضها بالنيابة عنه يبعتلي فويس مسج او مكتوبة، واللي يحب يشرفني برضه يسيبلي رقم تليفونه. اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. باي باي.